السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كيكه بطريقه جميله جدا. نزلت بربع كوبايه من السمنه البلدي، كوبايه سكر، حبيتين بيض، رشه فانيليا، معلقتين كاكاو خام، ومعلقه كبيره من الخل. هنقلب المقادير دي كلها، والمج اللي احنا هنستخدمه في اللبن هو اللي هنستخدمه في الدقيق. يعني انا نزلت بكوبايه كبيره من اللبن، هننزل زيها بكوبايتين دقيق. واهم حاجه من كل ده ان احنا ندخل الدقيق علشان ما يكونش فيه تكتلات، لان احنا الدقيق ما نعرفش الكيس يكون فيه ايه. بس هو طلع كويس، ما فيهوش حاجه، بس لازم ان احنا ندخل الدقيق وننزل عليه بمعلقه كبيره بيكنج باودر، وهنقلب المقادير دي كلها لحد ما نشوف القوام بتاع الكيكه. بعد كده هنجيب الصينيه، هندهنها سمنه او زيت وعليها دقيق نبطنها، وبعدين هننزل بالكيكه، هندخلها لمده حوالي نص ساعه لدرجة حرارة 180 فوق وتحت، وبعدين تطلع بالشكل ده. هنخرمها كده بالستيكس علشان كل اللبن اللي انا هنزله ده نص كوباية لبن ساقع، هننزله على الكيكة علشان انا عايزاها تكون طرية زي الكيكه اللي احنا بنشتريها من بره. وانا عملت الصوص ده صوص عادي جدا، معلقتين كاكاو، على معلقتين سكر، على نص كوبايه لبن. هنقلب المكونات دي بس، وهننزل عليها بالكيكه. وبعدين انا جبت حوالي نص كوبايه من السكر، ده سكر بودرة، ورشيته على الكيكة. السكر البودرة مش هيلزق مع الصوص، لان الصوص خلاص اتشرب في الكيكة. ونزلت عليها ببشر شوكولاتة لتعزيز الطعم مش اكتر، وده طبعا اختياري. هنقطع الكيكة وهوريكم الجمال بتاعها، ريحتها، قوامها، بصراحة يتجنن. الوصفة دي انا عملتها، لقيتها احلى واجمل وصفة كيك عملتها من زمان. بصوا من جوه الصوص بتاعها كله اتشرب في الكيكه. نزلتها على، طبعا شلت قطعه. بصوا عامله ازاي، طريه وهشه. الف هنا وشفا على قلبه. اشوفكم على خير، مع السلامه.